السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الجلاش على هيئة السمبوسك، وكمان هنعمل البطاطس المهروسة بطريقة جميلة جدا، وهنقدم معاهم مكرونة وعليها صلصة زي ما حضراتكم شايفين كده. كل حاجة بتتكلم عن نفسها. وصفة سريعة وسهلة وطعمها تحفة جدا وما فيهاش اي حاجة، حتى كمان مكوناتها ان شاء الله تكون موجودة في البيت. كل حاجة زي ما حضراتكم شايفينها كده سهلة وسريعة وبسيطة، وفي نفس الوقت طعمها يجنن. بصوا البطاطس شكلها من جوه، طبعا هي محشية جبنة موتزاريلا. بصوا شكلها وطعمها بإذن الله تحفة. يلا نسمي الله بقى ونشوف عملنا ايه. اول حاجة هجهز البطاطس بتاعتي بعد ما غسلتها وقشرتها طبعا، وقطعتها مكعبات صغيرة كده، وضفتها في بولة وحطيت عليها مية عادية من الحنفية، وضفت عليها كمان معلقة صغيرة من الملح، طبعا علشان ما تغيرش لون معايا ولا تتأكسد. كل المكونات بتاعتي بقى دي بتاعت البطاطس هحطها في حلة او كسرولة، وهحطها على النار علشان تتسلق معايا بنفس المية بنفس الملح. مش هحوش اي حاجة ولا هضيف اي حاجة تانية، هي كده هحطها على النار لغاية بقى ما تتسلق معايا. طبعا هي هتتشرب كمية المية، انا مزودتش كمية المية خالص، هي نفس الكمية اللي عليها. لغايه ما تتشرب كل الميه. طبعا اكيد كده اتسلقت خلاص. هطلعها بقى في بوله، وهبدا ان انا اضيف البهارات بتاعتي واهرسها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هضيف بقى الملح بتاعي طبعا حسب ما تحبي، وكمان كمون، وكمان فلفل اسود، مفيش اكتر من كده. حابه تنكهيها باكتر من كده، بصل بودر، توم بودر، براحتك خالص. بالشوكه بقى، وهنبدا ان احنا نهرسها كده. تقدري تهرسيها في الكبه، تقدري تهرسيها بالهراسه اللي هي الصغيره كده اللي بتتباع في اي محل مستلزمات حلويات. بس طبعا اسهل حاجه وعندنا كلنا الشوكه اللي موجوده في المطبخ. هبدأ كده اهرسها كويس جدا. طبيعي هي بتنعم معاكي وبتبقى سلسة جدا وانت بتهرسيها كده، ما فيهاش اي مشكلة خالص. البطاطس كده اوريدي مسلوقة وسهلة وطرية جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اجهز الحشوة بتاعتنا اللي هي عبارة عن جبنة موتزاريلا. انا مستخدمه جبنه موتزاريلا الحمد. تقدري ان انت تستخدمي ميكس جبن، تقدري تستخدمي جبنه رومي، جبنه اي نوع جبنه انت بتفضليه. هحط دلوقتي جبت كوره كده وحفرتها، يعني عملت فجوه صغيره، وبدات ان انا احط الجبنه بتاعتي وهقفل عليها كويس جدا. اهم حاجه التقفيله دي، اولا لان الشكل عايزاه يكون مظبوط جدا، وثانيا علشان تقفلي على الجبنه ما تطلعش اثناء تسويتها. هبدأ اجهز معاكم واحده تانية بنفس الشكل ده. كورتها كورة صغيرة كده، وبدأت ان انا عملت فجوة صغيرة، وبدأت ان انا احط فيها الحشوة بتاعتنا واقفل عليها كويس جدا، واسوي بقى الشكل كده زي ما بنعمل القرص بالظبط. تمام كده. اهم حاجة ان تكون الكور متساوية على قد ما تقدري طبعا للشكل وكمان للتسوية. زي ما حضراتكم شايفينها كده جميلة جدا وسهلة اهو. نقدر نعمل شكل الصابع منها، يعني مش شرط كور بس، ممكن شكل الصابع. نفس الحكاية هنعمل فجوة صغيرة ونحط الجبنة بتاعتنا، وابدأ ان انا اقفل عليها زي ما حضراتكم شايفين كده، وبرضو بايدي كده. طبعا البطاطس سهلة جدا في الاستخدام، مفيش داعي ان انت بقى تستخدمي زيت او مية او كلام من ده. كل حاجة يعني البطاطس مستوية، فسهلة جدا في الاستخدام معاكي. يعني تقدري تشكليها زي ما انت عايزة. مجرد ما بتخلصي بقى كميتك كده وتسيبيها ترتاح، بتشمع معاكي كأنها يعني ناشفة او جامدة، مش طبعا مش قوي، بس متماسكة جدا، مش طرية خالص. هبدأ اجهز بقى الغلاف بتاعي، عبارة عن بيضة متبهرة طبعا، ملح وفلفل اسود وكمان كمون. تقدري تضيفي لبن. كمان معانا الدوريتوس عادي، الشيبس العادي اللي من الاطفال بتاكله، اللي بنشتريه من بره. جبت كيسين بطعم الجبنه وكسرتهم كده كويس زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا كمان البقسماط الناعم، بهرته طبعا بنفس البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون. تقدر تحطي بصل بودر، توم بودر، كمان تقدر تحطي بابريكا. بصوا بقى، بحط كده القطع بتاعت البطاطس بتاعتنا في البيض، وابدا ان انا اضيفها على طول على ايا كان نوع الغلاف اللي انت هتستخدميه. انا مستخدمه زي ما قلت لحضراتكم دوريتوس او البقسماط الناعم. تقدري كمان تستبدلي دوريتوس ده بشيبس عادي، بس اهم حاجه ان انت بتفركيه كده او بتطحنيه كويس جدا بايدك او بالكبه علشان يبقى ناعم معاكي. وزي ما قلت لحضراتكم تقدروا تحطوا مع البيض لبن، وتقدروا كمان تحطوا مع الكفر ده دقيق، وترجعوا كده تاني للبيض وتحطوا تاني في الغلاف النهائي كده. تمام. باخد اهو من البيض على طول بعد ما اصفي الزياده منه،
اضيف على الكفر النهائي بتاعنا وبمكنه كويس كده في ايدي علشان يتشرب، يعني البطاطساية تتشرب الشكل او الطعم بتاعنا وما يفكش مني خالص اثناء التسوية. هعمل معاكم الشكل التاني اللي هنحطه على البقسماط. برضو البقسماط من النوع اللي هو طعمه حلو جدا وكمان كفر لذيذ بيمسك كده في ايا كان الحاجة اللي احنا بنستخدمها سواء فراخ او ايا كان، يعني بيبقى ناعم معايا. تقدري كمان تشيليه من الكفر ده او من البقسماط تحطيه تاني في البيض وترجعي تاني على البقسماط. بس انا بستسهل معاكم، بنقي طبعا الوصفات السهله والبسيطه والسريعه في الاستخدام. كده خلصت كل الكميه بتاعتي سواء بقسماط سواء دوريتوس ايا كان اللي انتوا بتحبوه. وهبدا ان انا اضيف بقى البطاطس بتاعتي دي على زيت طبعا ساخن. واول ما احط البطاطس بتاعتي ههدي النار علشان ما تاخدش لون انا مش حباه. انا عايزه اللون يكون اصفر زي ما حضراتكم شفتوه كده ذهبي وجميل جدا في اول الفيديو. هبدأ بقى بالشوكة كده اقلبها بالراحة طبعا علشان اولا ما تبوظليش الشكل بتاعي، ثانيا علشان ما تبهدليش الدنيا. بالراحة كده بالشوكة او بالمعلقة حسب ما تحبي، بالراحة كده هقلب تقليبة لغاية ما تاخد اللون بتاعنا. وده كمان شكل البقسماط الدوريتوس زي ما شايفين كده، ما فكتش معايا، ما يعني ما نزلش منها في الزيت كتير، يعني متماسكة ومظبوطة 100%. لغاية بقى ما اخلص كل الكمية بتاعتي واحمرها هبدأ ان انا اطلعها على مناديل مطبخ علشان لو في اي زيادة من الزيت تطلع على المناديل. بس كده بحذر طبعا وانا بقلب واخلي بالي علشان ما تاخدش لون زيادة. بس كده لغاية ما نخلص كل الكمية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها كده، شكلها تحفة وطعمها بجد خطير جدا. لما تجربيها هتعجبك بإذن الله. بصي بقى البطاطسايه كده من جوه طبعا هي سخنه جدا. بصوا لما اتفتحت طبعا الجبنه عامله شغل جامد جدا، سواء اللي بالبقسماط طعمها حلو سواء اللي بالدوريتوس طعمها حلو جدا. يلا بقى نجهز وصفتنا التانية. بسم الله كده عندنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان عندنا بصلتين كبار قطعتهم صغير كده خالص زي ما حضراتكم شايفين علشان هنعمل العصاج او اللحمه المتعصجه. هجهز بقى طاسه كده او حله على النار وهضيف فيها الزيت الكمية اللي انت تحبيها، وهضيف عليها البصل هدبله معايا بس يعني هديله لون بسيط خالص يدبل معايا بالراحة كده. وهضيف بقى الملح بتاعي، طبعا الملح حسب راحتك انتي. انا هضيف هنا معلقة صغيرة من الملح بس كده لغايه ما تدبل معايا زي ما حضراتكم شايفينها كده. هبدا ان انا انزل اللحمه بتاعتي. طبعا مش هضيف اي توابل غير لما اللحمه تغير لونها. تمام كده خلاص نزلت كل الكميه بتاعتي. هبدا اقلبها بقى مع البصل علشان تاخد اللون الطبيعي بتاعها، لون السوا بتاعها، وتاخد من طعم البصل. بصوا لغايه اللون الفاتح بتاعها ده لما ينتهي خالص كده هي تبقى تمام معايا. هبدأ بقى ان انا اضيف التوابل بتاعتي، كمون، وهضيف فلفل اسود حاجة بسيطة جدا يعني حوالي ربع معلقة، وهضيف كمان بهارات لحمة برضو ربع معلقة، وبابريكا وبصل بودر وثوم بودر. دي التوابل بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ اقلبها مع اللحمة، سهلة جدا وبسيطة واسهل حاجة اللحمة المفرومة المتعصجة دي ما فيهاش كلام خالص، سهلة جدا. كده هي جاهزة معايا. هسيبها بقى تبرد خالص وهبدأ اجهز الجلاش بتاعنا. طبعا الجلاش طازة وطري جدا عشان اعرف استخدمه. هبدأ بقى اقطعه كده بالمقص بالطول طبعا على 3 زي ما حضراتكم شايفين كده. اسهل حاجة بتقطيع الجلاش المقص. هاخد بقى كده قطعة من بالطول طبعا يعني ورقة واحدة، وهبدأ احط اللحمة بتاعتي واحط كمان جبنة معاها، وهبدأ اقفله بقى على شكل الحجاب او على شكل السمبوسك بمثلث كده زي ما حضراتكم شايفين كده. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، والف الف الف لغاية ما اوصل للنهاية. بصوا سهلة خالص وبسيطة لغاية ما اوصل للنهاية كده. خلاص تمام، هو متقفل معايا ومظبوط اهو.
وان شاء الله الحشوة بتاعتنا مش هتطلع بره ولا اي حاجة. هبدأ اعمل معاكم واحدة تانية. هضيف اللحمة بتاعتنا والجبنة. تقدري برضو الجبنة تستخدميها ميكس جبن، جبنة رومي، جبنة شيدر، براحتك خالص. تقدري برضو تحطي مع اللحمة فلفل الوان، بسلة وجزر، حسب ما اطفالك تحب. بالراحة كده واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده وصلنا لشكل المثلث او الحجاب او السمبوسك. سهل خالص وبسيطة. اخر طرف كده معايا بدهنه بالسمنة علشان يقفل كويس، وهبدأ احطه في الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي. بعد ما اكون طبعا دهنة الصينية بتاعتنا بمادة دهنية، هي يعني حاجة بسيطة جدا من السمنة او الزيت. خلاص كده هو جاهز معايا او خلصت كل الكمية. هبدأ ان انا ادهن الوش بتاعه بالسمنة. عايزة زيت مفيش مشكلة، عايزة ميكس بين الزيت والسمنة برضو مفيش مشكلة. طبعا هيطلع معاكي مقرمش جدا وتحفة. عايزاه يبقى طري هتحط عليه لبن وبيض، لكن انا عايزاه مقرمش فانا ضفت دلوقتي السمنة بس. كده هو جاهز معايا. ابدا بقى احطه في الفرن، في قاع الفرن، لغايه ما ياخد لون معايا. ابدا ان انا ارفعه على الشوايه لغايه ما يخلص معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. جميل جدا وتحفه ولونه تحفه زي ما حضراتكم شايفينه. هبدا بقى ان انا اقدمه في الطبق بتاعنا. وكمان كنت مجهزه المكرونه، مكرونه اسباجيتي، وكمان الصلصه بتاعتها حطيتها كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين. يعني وجبة سهلة وسريعة. وكمان تقدري لو عندك بواقي من اللحمة، اللحمة المفرومة عادي المتعصجة، تقدري تحطيها في المكرونة او مع الصلصة وانتي بتعصجيها وانتي بتسبكيها. تمام كده. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.